المباراة التانية على التوالي، الأهلي يبدع ويهيمن ويسيطر وبيقول أنا على الدوري ناوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب عمرو الدسوقي في كل مكان، وزي ما متعودين قبل ما نبدأ حلقتنا ما تنسوش الشير واللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد، وده عمل لأخوكم عمرو الدسوقي. الأهلي اكتسح الداخلية عن طريق وسام وإمام عاشور اللي أبدعوا النهاردة مع بقية كتيبة النادي الأهلي. النادي الأهلي النهاردة عمل مباراة روعة للمباراة التانية على التوالي. الأهلي بيأدي وبيبدع في المباراة، والأهداف كل هدف أحلى من التاني. فعلا رجعنا تاني للمستوى اللي يطمن جمهور النادي الاهلي على اللي جاي، لان كنا متخوفين من اسبوعين ثلاثه قبل المباراتين الاخرى دول، كنا متخوفين على شكل النادي الاهلي، ويكن ان مباراه الزمالك اللي اتاجلت ادت اريحيه للنادي الاهلي مع اراحه الاسبوع اللي الاهلي ريحه. والثلاث نقاط كمان، ان المباراه كانت بتاعت الزمالك تقيله شويه ورخمه، والاهلي خدها بسهوله وخد الثلاث نقاط بسهوله جدا، فادى ده ريحه للنادي الاهلي. بالاضافه كمان يا جماعه الروتيشن اللي عمله كرر، المباراتين ثلاثه اللي فاتوا الاخر دول عمل اريحيه كتير قوي للعيبه، وادى حافز كتير عند اللعيبه وحافز جديد عند اللعيبه للمنافسه على الدوري مره اخرى بشكل جديد، قبل ما كنا نفقد الامل والجمهور كمان يفقد الامل بسبب الاداء السيء، قلنا الاهلي هيقع. ولكن النهارده شفنا لا، الاصرار على المكسب بهدف واثنين وثلاثه واربعه ماشي، والروح كمان اللي رجعت ليها النادي الاهلي تاني غير اللي فات. احنا كنا يعني كسبنا الداخليه الدور الاولاني اللي هو المفروض من اسبوعين 2-1 بالعافيه وتروحوا، كسبنا الفاركو الدور الاولاني اللي هو برده من اسبوعين ثلاثه 2-1 بالعافيه وبتلاقوا الروح. فبالتالي لا، النهارده غير، الاهلي غير، الاهلي بيعمل حدوته وحكايه جديده. الاهلي بيقول هو والاداره الفنيه بتقول لا احنا ناويين على الدوري السنه دي يا عم. بيراميدز خاف، احنا جايين. النهارده الاهلي بيحصد النقطه 54 في المركز الثاني، فرق 4 مباريات بينه وبين بيراميدز مؤجلين. وانا قلت لكم قبل كده وهقولها واكررها تاني ان مباراه بيراميدز هي الفيصل بنسبه كبيره جدا تتخطى 90% مين اللي هياخد الدوري، او الدوري هيروح لمين بنسبه كبيره. لسه كده المنتشره كبيره، وبيراميدز هيقع والاهلي ممكن يقع لسه بس، ولكن المباراه دي بالاخص هي اللي هتدي نسبه كبيره الدوري رايح على فين، مين اللي هيقدر يسيطر على مين. الاثنين يعتبر اقوياء، الاهلي وبيراميدز السنه دي بينافسوا بشكل قوي جدا على الدوري، وعشان كده بنتكلم ان الاثنين في المباراه دي هيقولوا الدوري راح على فين. فعشان كده احنا اطمنا وجمهور النادي الاهلي اطمن على الاداء اللي بيقدمه، برغم من زي ما تقول سوء اداء الداخليه او طلائع الجيش المباراه اللي فاتت، ولكن الاهلي سيطرته وانتشاره في الملعب لا جيد جدا جدا جدا. مستر كورة ما بدأ يدخل لعيبه جديده في فريق، جاب خالد عبد الفتاح من بعيد جدا المباراتين اللي فاتوا، ريح محمد هاني مباراتين ورا بعض. دخل المباراه اللي فاتت برضو كريم ندفد، النهارده دخل كريستو بعد يعني مناداه من جمهور النادي الاهلي على كورة يا عم عايزين نشوف كريستو. النهارده دخل في 10 دقايق وادى بشكل كويس جدا، واللاعب ده عنده لمسه نفسنا نشوفه الفتره اللي جايه. شفنا النهارده كمان امام عاشور ابداعاته، شفنا عندك مهاجم بقى تعتمد عليه، عندك مهاجم بيعرف يضغط يمين شمال في النص في العمق، الفينش بتاعه كويس، مع ان ضيع النهارده كام كوره، ولكن وسام ابو علي اداك اريحيه في الهجوم. ان عندك فعلا مهاجم كواليتي كنا بالنادي بيه بقالنا فتره. شفنا النهارده قفشه لما نزل، شفنا السوليه لما خد المباراتين اللي فاتوا المباراه ديت، لا حاله جديده بين اللعيبه. محمد هاني لما رجع النهارده بعد ما ريح، امام عاشور ريح المباراه اللي فاتت، اعتقد زي ما قلت لكم روتيشن ناجح جدا 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 من مستر كولر اللي عمله، جاب لعيبه من بعيد قوي وريح لعيبه كانت مهلكه جدا. النهارده كريم فؤاد برده ريحه في حوالي ربع ساعه،
لما نزل عمر كمال عبد الواحد، كريم فؤاد كان محتاج فعلا يريح برضه، بقاله كذا مباراه، وفي الباك الشمال ضغط على نفسه عشان يأدي ويطلع كل اللي عنده في الباك الشمال، هو مش مكانه، فكان تعبان قوي. فالاهلي النهارده فعلا ابدع، الاجوان الاهداف النهارده كان كلهم اروع من بعض، اروع من بعض. ولكن مع ان كانت المباراه في اتجاه واحد طول ال 90 دقيقه، الاهلي كنا شايفين حارس مرمى الداخليه، ما شفناش الشناوي خالص الا في الهفوه الدفاعيه، لما اللعيبه ريحت كلها وحست ان خلاص بقى بتعدي دقايق والمباراه في ايديهم 3-0 والكلام ده كله، هفوه كده دفاعيه. شفنا لاعب الداخليه انفرد بالشناوي اللي حب يلحقها ما لحقهاش، ودخل خبطت فيه ودخلت هدف. غير كده احنا ما شفناش الداخليه تاني ولا شفنا الشناوي، مع ان الاهلي رد في دقيقه بعد الهدف ده، وقال لفريق الداخليه اوعوا خلي بالكم انا موجود، لو عايز اجيب هدف واثنين وثلاثه واربعه هجيب في 3 4 دقائق هدف واثنين وثلاثه واربعه. وفعلا في دقيقه واحده رد بهدف، ولا اروع كوره ملعوبه ولا اروع. شوف الكره جت لعمر وروح اللعيبه، الكره جت لعمر كمان عبد الواحد كان ممكن يطمع فيها انفراد، هو والجون كان ممكن يطمع فيها، ولكن شاف ان امام افضل منه في الوقفه، وان شاف حارس المرمى خلاص خرج بره المرمى، وامام افضل منه اداها لامام اللي حطها في المرمى باريحيه جدا. وطبعا خد النهارده احسن لاعب في المباراه امام عاشور. لا نص ملعب عالي، شفنا تسديداته النهارده، رجليه الله اكبر، شو مع الجول رجليه النهارده، اللي فعلا اللي كان منحوس على المرمى، منحاسه معاه، عدم التوفيق مش ماشي معاه، والتوفيق مش ماشي معاه، هو احمد عبد القادر عمل كل حاجه في الكوره، كل حاجه، وكان ناقص يهدف بس. الصراحه كان النهارده عمل مباراه روعه جدا مع حسين الشحات. حسين الشحات يا جماعه يعني الباك اللي عندك، او قصدي انا اسف الجناح اللي عندك، اللي هو بيديك الايحاء، اللي مهما يبعد شويه لا في الامل حسين الشحات هو اللي بيديك اللعبه الحلوه، هو اللي بيديك الصنعه الحلوه. لا حسين الشحات جناح غير يا جماعه، غير حتى لو وقع 3 4 مرات وكنا بننتقده، امام عاشور يبقى، قصدي اسف حسين الشحات يبقى حسين الشحات، ويبقى هو من نجوم النادي الاهلي. شفنا رضا سليم النهارده بعد ما مستر كولر بعده، شفنا في ربع ساعه، مع ان لسه رضا سليم عايز، طبعا كان في شكوى كده من مستر كولر على رضا سليم وكريستو وكمان الدبيس ان عندهم اللياقه البدنيه قليله، ويكلموا اكتر من مره، وتقريبا اتكلم مع خالد بيبو ان هم بيسهروا بره كتير جدا، عشان كده باعد اللعيبه دي عن المباريات، لان اتكلم معاهم كتير واتكلم مع خالد بيبو. انا تعبت معاهم من الكلام ده حصل فعلا. فاللعيبه مش قادره تسيطر على نفسها بسبب السهر، فلياقتهم البدنيه قليله جدا. وده احنا شفنا رضا سليم كام مباراه اللي قبل ما استبعدوا، شفنا رضا سليم كان عامل ازاي. والنهارده كريستو اهو، اتمنى ان اللعيبه ترجع لمستواها، وطبعا كل اللعيبه لما ترجع لمستواها النادي الاهلي هو اللي بيستفاد في النهايه. الف مبروك لكل جمهور النادي الاهلي النهارده على ال3 نقاط الروعه، ال4 اهداف ولا احلى. والمباراه الجيش برضو ال3 اهداف ولا احلى، او ال4 اهداف ولا احلى. فعلا مباراتين ادوا ايحاء لجمهور النادي الاهلي ان ما تقلقوش على الاهلي، ان شاء الله الدوري داخل النادي الاهلي. الحاجه اللي بعد كده عندنا وهي طبعا النهارده قدر اداره نادي الزمالك تتواصل مع خالد بوطيب في اللحظات الاخيره، في اللحظات كله كان على انفاسه، كله كان كابت انفاسه ان عدم مشاركه الكونفدراليه كانت هتبقى كارثه كبرى غير مدنيه، ان الزمالك ما يشاركش في بطوله افريقيا او بطولات افريقيا السنه اللي جايه. فدي كانت هتبقى كارثه كبرى داخل نادي الزمالك. ولكن في اللحظات الاخيره وقبل الغلق وقبل فتره السماح قدروا يتفاوضوا مع خالد بوطيب على جدولة المدنيه، وان خالد بوطيب اتنازل على القضيه، واتحاد الكوره بعد التنازل قدر يدي الرخصه والمشاركه رسميا في الكونفدراليه للموسم الجديد السنه اللي جايه. الحاجه الثانيه عندنا النادي الاهلي، وهو ان اداره النادي الاهلي يعني هتجدد للشناوي
بعد المجهود الكبير اللي عمله والعطاء الكبير اللي اداه الشناوي، وبعد العروض الكبيره اللي السنه اللي فاتت والسنه دي اللي عمال يرفضها الشناوي تقديرا للنادي الاهلي وان هو عايز يكمل في النادي الاهلي. الشناوي لا غنى عنه. الشناوي مهما ريح مباراه 2 3 يبقى الشناوي هو حارس مرمى مصر الاول، ويبقى الشناوي هو الحارس الاول في مصر. فطبعا اداره النادي الاهلي قررت تجديد عقده بما يليق بقيمه الشناوي وتقديرا للسنين اللي فاتت قعدها مع النادي الاهلي. عندنا اللاعب المغربي يحيى عطا الله اقترب من النادي الاهلي بشكل كبير جدا بعد ما في اداره النادي الاهلي تواصلت مع النادي الروسي، وفي التفاوض بدا يشتغل تاني، لان مستر كولر مصمم على يحيى عطا الله يبقى موجود مع علي معلول السنه اللي جايه. فطبعا بدا التواصل تاني وفي تفاوض، بدأوا يعني نسبه تفاوض كده اتفاوضوا فيه ان هو ياخدوا اللاعب اعاره لمده موسم، اعاره بنيه البيع ان هم ياخدوه بعد السنه الاولى يتعاقدوا معاه لمده 5 سنين، فياخدوه اعاره لمده سنه. ده الاتفاق اللي تم حاليا، بيتفقوا حاليا فيه. اذا تم وانتهى هيبقى يحيى عطا الله خلال ساعات هيبقى داخل النادي الاهلي في الموسم الجديد. يا رب اكون وفقكم النهارده باخبار مهمه، واشوفوا اخبار جديده مع عمرو الدسوقي.